الإشكالية في التوقعات، إن أنا متوقع إن ربنا يستجيب بطريقة معينة. التوقع ده يحتاج لتفويض، منزلة من منازل العلاقة مع الله، إن أنا أفوض أمري، طلبت منه وهفوض ربنا كيف يتصرف. لما اتأخر فيما يتصور الناس، اتأخر النصر والفتح على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والصحابة قالوا له: ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ آية وحديث. الآية اللي نزلت قصة سيدنا نوح في سورة هود، حكاية 950 سنة دعوة إلى الله، 950 سنة صبر على يا رب اهدي الناس. وبعدين ربنا في خواتيم السورة يقول للمؤمنين في مكة بقى وقتها: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. صاحبة السؤال بتقول: ربنا نسيني في وسط زحمة الخلق. اصبر إن العاقبة للمتقين وما كان ربك نسيا. هو بيدبر شؤون حضرتك على الوجه الذي يراه هو وبعلمه أنسب لحضرتك.